أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. هنحل مع بعض إن شاء الله أسئلة كتاب الأضواء على نص كن جميلا. قائل النص هو الشاعر، صح ولا غلط؟ ضع صح وغلط. قائل النص هو الشاعر إيليا أبو ماضي، تمام كده صح. كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ ده أسلوب نهي. أسلوب نهي؟ لا طبعا، أسلوب النهي لازم يكون في لا الناهية، ولا تلعب في الشارع. لكن كيف دي بادئة بكيف، ده أسلوب إيه؟ أسلوب استفهام. برافو عليك، يبقى غلط لأن ده أسلوب استفهام. لا تعمل الحياة من غير جمال، بيقول لك الحياة من غير جمال ملهاش طعم، طبعا يبقى صح. مفتقد الجمال يرى الحياة جميلة ممتعة. الإنسان اللي مفتقد الجمال وما عندوش جمال داخلي، طبعا يقصد بمفتقد الجمال يعني فاقد الجمال الداخلي، جمال النفس الذي يساعده على إدراك الجمال الخارجي. فطبعا غلط، العبارة غلط. مفتقد الجمال يرى الحياة جميلة ممتعة، لا غلط، لأن مفتقد الجمال مفتقد جمال النفس يرى الحياة بشعة ويكون يائس ويكون متشائم. يستنكر الشاعر في النص حب الجمال، التفاؤل، الشكوى بلا سبب، الإهمال. الشاعر بيستنكر في النص إيه؟ برافو عليك، الشكوى بلا سبب. يدعو الشاعر في النص إلى الحب ولا التشاؤم ولا التفاؤل ولا الاجتهاد؟ الشاعر بيدعو لايه؟ للحب؟ لا، ما كانش بيدعو للحب. امال الشاعر بيدعو لايه؟ للتشاؤم؟ لا طبعا للتفاؤل. برافو عليك، يبقى الشاعر بيدعو للتفاؤل. داء نكره بتفيد. كلمه داء نكره، طبعا عارف نكره يعني ايه؟ نكره يعني ما فيهاش الف ولام، وليست من انواع المعارف، ليست علما وليست ضمير وليست اسم اشاره وهكذا. داء نكره بتفيد ايه هنا؟ الكثره؟ لا طبعا مش الكثرة. التعظيم هيعظم المرض، هيقول على داء نكرة تفيد التقليل، يقصد شيء قليل. بين وما بك داء وعليلا تجانس ترادف تقارب تضاد. وما بك داء، ما فيكش أي داء، ما فيكش مرض. وكلمة عليلا يعني مريضا. تفتكروا بينهم تجانس ولا ترادف نفس المعنى، ولا تقارب قريبين من المعنى، ولا تضاد؟ ها برافو عليك، تضاد. تضاد، لأن عليلا معناها مريضا. ما بك داء يعني ما فيكش مرض، يعني العكس. برافو عليك. اكمل ما يلي. في هذا النص ينصح الشاعر الإنسان الشاكي بأن يكون متفائل. أسوأ المذنبين في الأرض هو مين؟ هو أسوأ المذنبين؟ شر الجناه. شر الجناه في الأرض إيه؟ نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة. يبقى أسوأ المذنبين في الأرض هو من يخاف الرحيل أو الموت قبل أن يأتي. من يعتقد أن الحياة عبء ثقيل فهو هو الذي يكون عبء على الحياة. اللي بيشوف الحياة عبء ثقيل هو اللي عبء ثقيل عليها. صفات شر الجناه في الأرض هي إيه وإيه وإيه؟ إن شر الجناة في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة، يبقى بيخافوا من الموت قبل ما يجي الموت. إيه كمان؟ وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. الورد الجميل ما بيشوفوش الجمال، الندى اللي عليه بيشوف الشوك. السؤال اللي بعده، أي هذا الشكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ مرادف تغدو، تغدو، تعدو، تخشى، تصبح، تمرح. طبعا تصبح. معنى داء ضعف، مرض، عجز. معنى داء مرض. مفرد الجناه، مفرد الجناه الجاني، آخر حاجة الجاني. مضاد الشاكي، مضاد الشاكي السعيد ولا الموافق ولا الراضي ولا المتحفز؟ ها مضاد الشاكي ايه؟ مضاد الشاكي الراضي. هات ما يلي. معنى عليلا، طبعا عليلا مريضا. مضاد الرحيل، هو الرحيل معناه هنا الموت، يبقى مضاد الرحيل نقول ايه؟ الحياة، ممكن نقول الحياة عكس الحياة. جمع الأرض الأراضي والأراضين. أجب عما يأتي. ما صفات شر الجناه؟ لسه مجاوبين صفات شر الجناه اللي هو نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة والشوك في الورد. يعكس البيت الثاني نظرة المتشائم للموت. وضح نشوف كده البيت الثاني اللي بيعكس نظرة المتشائم للموت. إن شر الجناة في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة. نظرة المتشائم للموت إنه بيخاف من الموت قبل أن يأتي للموت، قبل أن يأتي. ما رأي الشاعر في الشاكي كما فهمت من الأبيات؟ طبعا الشاعر بيرى ان الشاكي ده شكوته عن غير علة، هو يعني ليس مريضا حتى يشكو، هو دائم الشكوى ومتشائم رغم أنه لا يشتكي من علة حقيقية. كيف يمكنك الاستفادة من النص في حياتك الدراسية؟
يمكنني الاستفادة من النص في حياتي الدراسية بأن لا أشتكي من مثلا صعوبة المواد، وإنما أجتهد وأعمل وأتفائل وأعمل ما بوسعي وما في استطاعتي، ويعني أتفائل وأتوكل على الله. أن ترى فوقها الندى إكليلة، وضح ما في التعبير من جمال. طبعا هنا صور الندى، وهو الندى يعني قطرات المياه، صور الندى كأنها إكليل يعني تاج. وترى الشوك في الورود، على ما يدل هذا التعبير؟ يدل على مدى تشاؤم الإنسان المتشائم، إنه حتى الورود الجميلة ما بيشوفش الجمال اللي في الورد، إنما بيشوف الشوك اللي هو أصلا مش باين. في البيت الأول استنكار وضحه. البيت الأول في استنكار: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا. الإنكار هنا في الاستفهام، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، هتعمل إيه لو أنت مرضت فعلا؟ فالاستفهام هنا غرضه الاستنكار، فهو الشاعر يستنكر على هذا المتشائم أنه سوف ماذا سيفعل إذا يعني كان مرضه حقيقيا، أنه يشتكي من غير علة. هل البيت الثاني يعبر عن حقيقة أم رأي ولماذا؟ طبعا أنت يعني ممكن تكون مش فاهم يعني الفرق بين الحقيقة والرأي. الحقيقة يعني زي المعلومات العلمية، المعلومات العلمية اللي بثبتت التجارب إنها حقيقية. لكن الرأي يعني مثلا أنا لو قلت لك إيه، الليل بيبقى ضلمة، بالليل بيبقى ضلمه، فدي حقيقه. كنا عارفين ان الليل لما بيجي الدنيا ايه، السماء بتبقى مثلا مظلمه، فدي حقيقه. لكن لما اقول لك مثلا الليل يشعر الانسان بالحزن، لو انا قلت لك ان الليل عندما ياتي الانسان يشعر بالحزن، فهل هذا حقيقه؟ لا طبعا مش حقيقه، ده رايي، انا بعبر عن رايي، وانت ممكن يكون بالنسبه لك الراي مختلف تماما، ويكون الليل جميل بالنسبه لك وبيعبر عن السعاده. فالبيت الثاني بقى بيعبر عن ايه؟ يا ترى حقيقة ام رأي؟ بيقول ان شر الجناه، شر ظالم في الدنيا، الجناه يعني الظالمين، فبيقول اشر الظالمين في الدنيا هو الناس المتشائمة اللي بتخاف من الموت قبل ما الموت يجي. طبعا ده رأي مش حقيقة، انما احنا لو جينا عند الحقيقه هنقول ان شر الظالمين في الدنيا اللي بيقتلوا واللي بيظلموا الناس. مش معقول يعني يكون المتشائمين هم ايه شر الجناه يعني. فهذا رأي الشاعر. ولماذا؟ يعني احنا قلنا كده بقى ايه لماذا؟ لأن هذا طبعا ليس حقيقة، هذا رأي يعبر عنه الشاعر من باب المبالغة، يعني عاوز الشاعر هنا يريد المبالغة. يعني ماذا يحدث لو عاش الإنسان بلا أمل وطموح؟ تكون حياته يعني بلا هدف، تكون حياته كئيبة، يصبح إنسانا غير منتج، يعني مش هينتج. الإنسان عشان ينتج ويتقدم ويكون مفيد لنفسه وللمجتمع لازم يكون متفائل. التشاؤم بيخليه غير منتج. اختفى اليأس والإحباط من حياتنا، الله، تبقى حاجة جميلة جدا. لو اختفى اليأس والإحباط من حياتنا هيتجدد الأمل، هنصبح قادرين على العمل ونعيش حياتنا مبسوطين. اختفى الجمال من الوجود، يبقى شيء بائس جدا لو اختفى الجمال من الوجود، يعني ما نشوفش حاجة جميلة كده حوالينا، يعني ما نشوفش الزهور الجميلة. طب لو ما فيش الزهور الجميلة، طب نفتح الشباك نشوف السماء الجميلة. فطبعا لا، الجمال مهم جدا في الوجود، والجمال في منه جمال يعني مش كله جمال بصري، في جمال بالأذن. الإنسان ممكن يستمع إلى صوت العصافير فهذا جمال، يستمع إلى يعني أصوات الجميلة، في مثلا يسمع القرآن فهذا جمال، يسمع أغنية حلوة فهذا جمال. نشوف السؤال رقم اللي بعديه، رقم 2. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. معنى يظن، يريد، يعتقد، يرجو، معنى يظن يعتقد. معنى عبء حمل، ظلم، عيب، هم. معنى عبء حمل. مضاد ثقيلا، ضعيفا ولا خفيفا ولا صغيرا؟ مضاد ثقيلا خفيفا، ضعيفا عكسها قويا، وصغيرا عكسها كبيرا. فاحنا ممكن نوصل للإجابة الصح عن طريق استبعاد الإجابات الأخرى. جمعي الحياة
الحيات، الأحياء، الحيوات، التحيات. طبعا الحيوات جمع الحياة الحيوات. كيف ينظر المتشائم للحياة كما فهمت من البيتين؟ الإنسان المتشائم بينظر للحياة على إنها عبء ثقيل. متى يصبح الإنسان عبئا على الحياة من وجهة نظر الشاعر؟ يصبح الإنسان عبئا على الحياة عندما يظن أن الحياة هي عبء عليه. ما النصيحة التي تقدمها في الموقفين التاليين؟ إنسان يائس من الحياة ولا يرى فيها شيئا جميلا، نقول له اترك هذه النظرة السلبية للحياة، لأنك إذا عشت إنسانا يائسا ستخسر الدنيا والآخرة. لأنك لما تكون يائس فطبعا هذا لا يتفق مع الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان إلى التفاؤل. ربنا قال في القرآن لا يقنط من رحمة الله إلا القوم، يعني فيما معناه، إذ ربما عشان ما غلطش في الآية برضو هنبقى نكتبها، لا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فطبعا يعني الإنسان اليائس يكون عالة على نفسه وعالة على المجتمع، ويكون غير منتج، مش هيكون في إنتاج، فهيخسر الدنيا والآخرة بهذا اليأس. لابد أن يترك هذا اليأس ويترك هذا الحزن حتى لا يستسلم للمرض، ويصبح هذا اليأس اكتئابا ومرضا نفسيا فيدمر حياته وحياة من حوله. طالب يشتكي باستمرار من صعوبة المواد الدراسية، نقول له افعل ما عليك وما في قدرتك واستطاعتك، وحاول أن تجد حلولا تناسبك، ونحاول أن نساعده في إزالة الصعوبة التي يعانيها، ونقول له تفاءل وافعل ما عليك إن شاء الله ربنا هيكرمك. هو عبء على الحياة. ما الجمال الذي تراه في هذا التعبير؟ هو عبء على الحياة، تصوير بحمل ثقيل. ماذا يحدث لو لم يتمتع الإنسان بالمناظر الجميلة من حوله؟ هيفتقد الجمال، الإنسان هيفتقد الجمال فهيصيبه اليأس، وإذا أصابه اليأس يكون غير منتج. ونستكمل إن شاء الله الإجابات في الفيديو القادم، وأي سؤال يقف معاك واكتبوه لي سأجيبه بمجرد ما أشوف التعليق إن شاء الله. وإن شاء الله هنواصل حل التدريبات في كتاب الأضواء وكتاب الامتحان، وإن شاء الله منهج الصف الثالث كله موجود على القناة شرحا وتدريبات. النحو موجود، المنادى والبدل والممنوع من الصرف، وكل منهج الترم الأول والثاني موجود بحل التدريبات وحل المحافظات. وهنواصل كمان إن شاء الله حل أسئلة الجديدة والامتحانات الجديدة إن شاء الله. وتابعونا وربنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.